يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، وجايه لكم النهارده بحلقة جديدة. اتمنى من قلبي انها تعجبكم. بس عايزة افكركم، لو الحلقة النهارده عجبتكم بجد، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا، يا ريت كلنا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الحلقة النهارده بتحكي عن ايه. الكل كان مترقب بقلق. كلهم بيتمنوا انها توافق على عرض الحاج عبد وينتهوا من شرها. كان ابنها محبوسة وبيتمنى انها تختاره هو. قررت انها تتلاعب بالجميع عشان ما تخرجش خسرانة. اديني فرصة افكر وابلغ قراري الاخير. ابنها غمض عينه بقهر ونزلت دموعه بحزن على حاله. اتقتل اخر امل كان جواه. ما بقاش جواه غير حقيقة واحدة: امه هتبيعه مقابل الفلوس. وقف وبصلها بغضب وهو بيقول لعمه: بابا ارجوك اديها اللي عاوزاه، بس ما تخليهاش تاخدني. انت وعدتني انك هتكون جنبي وتربيني، وقلت لي اقول لك بابا. اخده جواد في احضانه، فصرخت هي بغل: قول كده بقى. قومت الواد عليا وكرهته فيا، خليته يقولك يا بابا. اوعى تصدقه يا محمود، ده بيضحك عليك. حط الطفل ايده على ودنه عشان ما يسمعش صوتها، اما جواد فضمه اكتر وقال لها بغضب: خراسي، كلمة تاني ومش هتباتي فيها. هتطلعي من غير ولا مليم، وانت عارفة ان اقدر اعملها، سواء قعدتي او لا، دي حاجة تخصك. بس ابني ملكيش اي علاقة بيه، سامعة؟ وشال محمود وطلع على جناحه. كان الكل بيبص لها بكره، وقالت في نفسها: هنتقم منهم واتمتع بفلوسي وابقى ما خسرتش حاجة. في الشقة البسيطة كانت سهير ام فاطمة قاعدة بتبص لابنها وهو بيدخن بشراهة، وكان باين عليه الحزن. قررت انها تسأله للمرة الخامسة: جايز يخرج اللي جواه ويرتاح. مالك يا ابني؟ قولي فيك ايه؟ فضفض وانا هسمعك، بلاش تكتم جواك لا تتعب. انت بقالك كام يوم على الحال ده، حتى اختك اللي ما كنتش بتبطل تكلمها ما بقتش بترن عليها. حتى لما جت تزورنا قفلت تليفونك عشان ما تكلمهاش. ده غير شغلك اللي سايبه وقاعد في البيت ده ومش عايز تقابل حد. قولي يا ابني وريح قلبي. بصلها بحزن وعيونه مليانة دموع لأول مرة. قرفان من نفسي ياما، مش طايق نفسي ولا طايق حد. ليه بس؟ ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقت مع حد؟ اختك زعلتك؟ زعلان من حالي ياما، مش لاقي نفسي، مش طايقه ابص في وشي في المرايه، حاسس اني مخنوق وروحي بتطلع مني. انا ايه اللي مشاني في السكه دي؟ عارفه، من كام يوم كنت واقفه على ناصيه الشارع سهران لوش الفجر زي عادتي. فجاه العيال سابوني ومشوا على غير العاده. وقفت لوحدي شويه اشرب سيجاره، لقيت عم الشيخ معروف جاي عليا، ومن غير ما ينطق كلمه سحبني من ايدي ودخلني الجامع. انا معرفش مشيت معاه ازاي، ما حسيتش بنفسي غير وجسمي كله بيرتعش. اول ما خطيت برجلي جوه وقفت اتسمرت مكاني. قلت له ما ينفعش، انا ما اقدرش ادخل هنا. ابتسم وقال لي: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قالها 3 مرات وانا مش قادره اوقفه وحاسس ان قلبي بيرتجف. وقفت قدامه تايه. خدني من ايدي تاني، خدني من ايدي تاني ورحنا اتوضينا واذن الفجر. من اول ما سحبني من ايدي وانا بحاول امنعه، بس كاني متكتف مش قادره اقول له لا. لما وقفت اصلي خفت، لقيت جسمي كله بينتفض، مش عارف اركز في الصلاه ولا قادر اعيط. كل اللي في دماغه جوايا: ازاي انا بجح كده واقف بين ايدين ربنا بعد كل البلاوي اللي عملتها. خفت ياما، خفت وكنت عايزه اقطع الصلاه واجري بعيد عن المكان، بس كملت الصلاه بالعافيه. واول ما خلصت طلعت جري عشان محدش يكلمني. ابتسم باستهزاء وكمل: اصلهم كانوا مستغربين وجودي وسطهم، كانهم بيقولوا لي ايه اللي جابك، مكانك مش هنا، انت مش زينا. دمعت على ابنها وقالت:
فعلا يا ابني، انت مش زيهم. بص لها بكسرة فكملت: ايوه يا حبيبي، انت ممكن تكون احسن منهم بس مش حاسس. انا انا عملت بلاوي سودة وغضبت ربنا في كل حاجة. هكون احسن من الناس اللي بتصلي الفجر في الجامع؟ والنبي ياما ما تضحكي عليا، انا مش عيل صغير قدامك. قسما بربي انا ما بضحك عليك، انت شايفهم بيصلوا صح، بس تعرف كل واحد جواه ايه؟ يمكن قلبه اسود وبيحقد على الناس، يمكن حسودي، يمكن اكل حق حد. انا ما بقولش انهم وحشين، بس هما مشوا في طريق ربنا وبيأدوا فرضه. انما انت بقى ربنا سحبك ليه يا حبيبي؟ بص لها بعدم فهم: انت واقف مع العيال الفاسده اللي مصاحبهم، فجأة سابوك ومشيوا، وانت بدل ما تطلع البيت فضلت واقف. الشيخ سحبك من ايدك، واول مرة يعملها من غير ما يخاف انك تبهدله. مشيت معاه غصب عنك، مش قادر تمنعه. كل ده يا ابني كان ترتيب ربنا. ربنا شايف ان جواك طيب وعايزك في طريقه، حب انه يشيل الغمامة اللي على عينك وينور قلبك بنوره، عشان انت تستاهل انك تكون كويس. اسمعني يا ابني، كل بني ادم مننا جواه الخير وجواه الشر، بس انت اللي تختار مين يكسب ومين يخسر. بعد كل الذنوب دي تفتكر هيقبلني؟ طبعا، ربنا قال استغفروني اغفر لكم، وعد ربنا لنا انه يغفر، والا ما كانش يبقى اسمه الغفور. وعدنا ان هو يرحمنا، والا ما كانش يبقى اسمه الرحيم. مهما كانت ذنوبك التوبة هتغسلها يا ابني. بعد ما طلع جناحه مع محمود، ما فتحش بمفتاحه كالعادة، ولكنه خبط على الباب. وقفت هي ورا الباب تبص من العين السحرية، ولما لقيته مع الطفل سحبت إسدالها المحطوط جنبها ولبسته بسرعة وفتحت له وقالت: الحمد لله على السلامة. ايه ده، محمود كمان؟ بصت لهم بقلق وقالت: ماله، هو تعبان؟ دخل جوه وقال: حبيبة نامت، يا دوب لسه مدخلاها تنام. انا عايزة انام يا بابا. لا مفيش نوم غير لما اغلبك دور شطرنج الاول، ولا انت خايف اغلبك؟ مش هقدر يا بابا، مش عايز. دهب، اعملي لنا كيك عشان نفسي فيها. فهمت انه عاوز يختلي بالطفل لوحدهم. ماشي. التفت للطفل وقال له بحكمة: انا مش هقولك ما تزعلش، حقك تزعل. الموقف صعب عليك او على اي حد مكانك، بس اللي متأكد منه انك مش هتخلي اللي حصل ده يأثر عليك. هنتخطاه سوا. انت اخترت ان اكون اب ليك، وانا اعتبرتك ابني من يوم ما اتولدت. حط في دماغك ان ابني مش ضعيف ابدا. هيزعل بس مش هيخلي زعله يغيره. حاسس انه موجوع، بس مش هيخلي وجعه يكسره. يا ابني الحياة كلها مشاكل، الجدع اللي يقف ويواجه، ومهما كان صعوبة اللي بيمر بيه ما يخلوش يغيره من جواه. بالعكس، كل مشكلة وكل وجع وكل كسرة هتمر بيها خدها سلاح انك تحارب بيه الدنيا، عشان انت اقوى من كل ده. وانا ماسك ايدك وعمري ما هسيبها ابدا. طول ما فيا نفس مش هسيبك تقع، وواثق فيك وعارف انك هتفضل ماسك فيها، عشان لو وقعت تشدني وتساعدني. بصله باستغراب وقال: انا صغير، ازاي هعمل كده؟ انت عمرك ما كنت صغير، سنك صغير انما عقلك كبير وشخصيتك قوية. مش لما بتحس اني متضايق بتقعد تهزر معايا لحد ما تخليني اضحك؟ هز راسه علامة الموافقة. ايوه، عشان مش بحبك تكون زعلان. يبقى انت كده مسكت ايدي وشدتها عشان تخرجني من زعلي. فهمت يا حبيبي انا اقصد ايه؟ عايزك قوي. بعد ما استقر في شقته اللي قدام جواد في القاهرة، لانه مشي من القرية الصبح لوحده من غير زوجته واولاده، لانها رفضت انها تمشي معاه، وهي بتحاول الضغط عليه بعدها عنه جايز يرجع عن اللي عمله. ما كانتش تتخيل ان مصطفى اللي كان بيعشق جواد وحسن يقدر يبعد عنهم، وهو محبش الضغط عليها. انصاع لرغبتها مؤقتا، لكن اللي كان في الظاهر ان في سبب حقيقي وهيسيبها تعرفه بعدين. مسك تليفونه واتصل بيها، ولما ردت قال بصدق: وحشتيني يا حبيبتي.
لو وحشتك ما كنتش سبتني. انت بتعيطي؟ مالك يا حبيبتي؟ طمنيني. مقهورة يا مصطفى، حاسة ان البيت بيتهد طوبة طوبة. احنا عشنا في السرايا دي طول عمرنا عيلة واحدة، حتى بابا واخويا رغم حقدهم على عمي وعياله، بس برضو كنا سوا. فجأة طلعوا ناس بشعة، واكيد نهايتهم يا الموت يا الحبس. فاطمة عمالة تخلص على عيال عمي واحد واحد، انت اللي كان روحك فيهم. فجأة تفصل شغلك وحياتك عنهم. واللي مقطع قلبي محمود. ماله محمود؟ حكيت له اللي حصل من شوية، وبعد ما انتهت قالت ما هنش عليها تراضي الواد بكلمتين، ولا حتى تقول له حاجة طيب خاطره. لا، وقفت تزعق في جواد. الواد قهران يا عيني. جواد هيعرف يداويه، ما تقلقيش، واحنا مسيرنا هنرجع. محدش بيستغنى عن اهله. بجد يا مصطفى؟ يعني ممكن تقعد كده وتهدى وترجع اللي عملته، وترجع تاني هنا في وسطنا ومع اخواتك اللي بيحبوك؟ انا مش قادرة اتخيل ان كل واحد مننا هيعيش في مكان. لما كنت بتسافر وبترجع في نفس اليوم او بالكتير تاني يوم، ببقى هتجنن عليك اليوم ده، بس ببقى عارفة انك راجع. انما دلوقتي ما قدرتش انها تكمل كلامها وبكت بحرقة، خلت قلبي يتقطع بألم عليها. للحظة كان هيسيب كل شيء ويرجع لها عشان يضمها بين دراعاته، عشان يطمنها ويثبت لها ان هو معاها، ولكنه مش هيفسد اللي خططه ليه. هيرجع وهيعوضها وهيحتويها، هيكون لها عيلة كاملة، بس قريب جدا. بعد العشاء قعدوا يلعبوا الكوتشينة، جواد ومحمود ودهب وحبيبة، ولكن الخبيث خلاهم يشدوا شعرهم من الغيظ. صرخت دهب بجنون ده سادس ولد تقش بيه. جواد انت بتغش. حبيبة بغيظ بيسرق يا ديبو؟ يعني حرامي يعني؟ انا حرامي يا وانت يا اختي انا جايبهم من عند ابويا. ذنبي ايه بقى؟ ان الولاد بتحبني، احمد ربنا انهم مش بنات. بصت له بغيظ وقالت لي محمود مالكش دعوة بيه وخلي ضميرك صاحي. مش هو بيغش؟ محمود بخبز لا طبعا، بابا اكتر واحد عنده ضمير، ده انا نفسي ابقى زيه. لا كفايه جواد واحد في العيله. مر يومين وما خرجتش فاطمه من جناحها نهائيا، والاكل كانت بتطلبه من الخدامه وبتاكل لوحدها. واليوم كانت بكتاب دليله محروس، واصر عبيد انه يتم في السرايا. دهب ببراءه مزيفه، مش عارفه البس اي فستان، الازرق ولا الاسود. جواد باستغراب وانت هتلبسي ليه؟ هو في حد طالع عندك؟ ردت عليه بطريقه عاديه ولكن جواها تصميم. لا عشان انزل الفرح. معلش مش فاهم، فرحي اللي هتنزليه؟ ايه يا جواد؟ كاتب كتاب طنط دلال وعمه محروس، ما انت بتلبس عشان تحضر اهو. حاول التحكم في غضبه. وانت اخدتي قرارك كده من نفسك؟ ملكش راجل يعني تاخدي اذنه؟ ارتعشت جواها من الرعب، ولكنها مثلت الشجاعه وقالت قرار ايه اللي اخده لوحدي؟ انا اصلا عارفه انك هتنزلني معاك، ده فرحه كله هيحضر، اشمعنى انا؟ جز على اسنانه بغيظ. اشمعنى انتي؟ من امتى الكلام ده يا هانم؟ انا كنت مش بنزلك تقعدي مع اهلي، هسمح لك تحضري فرح؟ ازاي يعني؟ دهب بغضب وغصب عنها عالي صوتها. وفيها ايه؟ انا اتخنقت من الحبسه دي، نفسي اشوف ناس واتكلم معاهم، نفسي اعيش عيشه طبيعيه. فرقت ايه وجودي هنا من بيت اهلي؟ ده انا حتى هناك كنت بخرج الجنينه او اقف في البلكونه، انما هنا محبوسه بين 4 حيطان وكل حاجه ممنوعه. جن جنونه، حبيبته بتتمرد عليه وده مش هيسمح بيه ابدا. حط ايده في جيبه وقال لها ببرود مفيش نزول يا دهب، ودي عشتك، ارضي بيها واقبليها عشان ما تتعبيش يا قطه. اتغاظت من بروده وصرخت فيه. لا مش هقبلها يا جواد، انا مش جاريه عندك عشان تتحكم في النفس اللي بيخرج مني. انا بني ادمه وليا كيان، مش هعيش عمره كله ملغيه من حياه الكل. وهنا وما قدرش يتحمل، العصفور عايز يخرج من قفصه. هقتل تمردك قبل ما يبدا، وعارف انها واخده حضورها الحفله حجه
عشان تنفذ عن غضبها منه بعد ما تأكدت إن هو مش أعمى. خايفة المواجهة فاختارت الصمت، ولكن هتأدبه بطريقة تانية. لكن لا، مش هيحصل. جواد التهامي مش هيرضخ أبدا، مش هيسمح باستفزازه ولا الضغط عليه عشان يعترف من تلقاء نفسه. وفي لحظة كان شعرها بين ايده وبيشده بقوة. اسمعيني كويس يا دهب، اوعي تفكري تعلي صوتك عليا او تفرضي رأيك حتى. انا واحد بشك في نفسي، مش هقدر اخلي مراتي تقعد وسط ناس ممكن حد يبص لها. زي ما حبستك جوه قلبي سنين لحد ما بقيتي ملكي، هحبسك بقيت عمرك جوه بيتي، محدش هيلمحك. مش هفتح باب الشك ليك يا دهب، ولا هسمح لك تفتحيه، سامعه؟ مش ذنبي انك كده، انا واثقه في نفسي وعارفه اخلاقي. انت بقى مش عايز تصدق، دي حاجه ترجع لك، بس انا مش هقبلها، ومش هكون زوجة لواحد مش بيثق فيا. سامع يا جواد؟ حس بحريقه في صدره، هي عاوزه تسيبه. ما حسش بنفسه اللي هو بيشدها معاه وهي بتصرخ من ألم راسها وخوفها منه. رماها فوق السرير وقطع هدومها بجنون وهو بيقول: أنا بقى هعرفك إنك زوجتي الشكاك، وهخليكي تتأكدي إنك مش هتنفعي لغيري ولا من غيري. فضل يبوس فيها بقوة وهي بترفض. لا، عشان خاطري لا، أنا أسفة، والله العظيم أسفة، ما قصدش اللي قلته، هبوس إيدك ما تعملش فيا كده. كان حرفيا بياكلها بسنانه وما كانش سامعها هي بتقول ايه. كانت في ايديها ومايل عليها بملامح اجراميه وعيونه حمرة من لهيب الغضب والغيره. ثبت نظره في عينيها وقلب همس مجنون. ونكمل بكره.